ده دبوس فرخة وده دبوس فرخة بس على طريقتي، ومش قادر اوصف لك جمال الطعم والتتبيلة والصوص اللي غرقانة فيه. فيلا بينا اوريك بتتعمل ازاي. اول حاجة هنبقى عايزين نحول الدبوس من الشكل ده للشكل ده اللي هو اسمه تشيكن لولي بوبس، ودي بسيطة جدا. هنجيب الدبوس وبعد اخر حتة في اللحمة هنبتدي نقطع بشكل دائري، وبعد كده هنمسك الدبوس ما بين صوابعنا بالشكل ده ونبتدي بالسكينة نزق اللحم لتحت، وبعد كده تعكس وتبتدي تكحت العظمه بالسكينه عشان تنضفها، واخر حته دي تشيلها بايدك بالمنظر ده كده، يا اما تجيب سكينه تقيله وتكسرها خالص، حسب بقى المنظر اللي انت حابه اكتر. هيفضل عندنا مشكله واحده، هي ان الدبوس مش بيقف، ودي بسيطه جدا. هنلاقي عظمه في الدبوس من ورا كده، هنقطعها بالسكينه ونسويها وبكده الدبوس يقف عادي. بس يا سيدي كده احنا خلصنا الشغل التقيل. بعد كده بقى هنحط الدبابيس بتاعتنا كلها في بوله، شويه زيت زيتون والتوابل بتاعتنا ملح وبابريكا مدخنه وفلفل اسود وتوم باودر وبقدونس مجفف، شويه لبن رايب وتوم مفروم او هريسه وجنزبيل مفروم وشويه خل عنب، وتبتدي بقى تعمل المساج بتاعك يا معلم وتدلع الدبابيس، ونسيبها بقى تتبل لمده على الاقل ساعه بره التلاجة او لحد 24 ساعه جوه التلاجة. بعد ساعه هنجيب الدبابيس وهنحاول بايدينا ننزل التتبيله بالشكل ده عشان ما تتحرقش، وهنبتدي نرصهم على الراك بالشكل ده، ونبقى مسخنين الفرن على درجة حرارة 200 وندخلهم من 45 ل 50 دقيقة او على حسب فرنك. من الاخر احنا هنبقى عايزين درجة حرارة الدبوس من جوه 74 درجة. بعد ما تطلع من الفرن وتبقى مشوية وبالجمال ده، وعلى فكرة انت ممكن تقليها بس الشوي حلو وصحي وينفع كمان اللي بتوع الدايت. هتمسك كل دبوس وتنزله في الجليز او الصوص بالشكل ده، والجليز بتاعنا عبارة عن عسل ابيض وعليه سيراتشا وصويا صوص وهوت صوص، ولو قلبك جايبك قوي ممكن شويه من الصوص الكوري الحراق ده، بس ساعتها ما تدعيش عليا وانت في الحمام بالليل، انا نبهتك. شويه ميه صغيرين ونبتدي نغلي الجليز على النار لحد ما يتقل ويبقى بالشكل ده. بس الفكره بقى ان احنا هنبقى عايزينه اتقل عشان يلزق على الفراخ، فهنجيب شويه ميه ساقعه وندوب فيهم معلقه نشا كبيره، ونبتدي واحده واحده واحنا بنقلب ننزل النشا لحد ما الجليز يتقل معانا ويبقى بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى هنفضيه في كوبايه، واهم حاجه نستخدمه وهو سخن. بعد ما غطسنا الدبابيس في الجليز هنرصهم تاني على الراك وندخلهم الفرن لمده 5 دقايق او لحد ما الجليز ينشف ويدي الشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. والريحه بقى يا جماعه ما اقولكوش بصراحه. هنجيب بقى طبق التقديم وشويه رانش صوص ونوزع العظمه بتاعتنا دي، شويه سمسم كده على الوش للجرنش وبصل اخضر، وبعد كده استمتع بالجمال ده ومتع عينك. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وعشان انتوا كمان يوصل لكم فيديوهاتي الجايه. اشوفكم على خير، باي باي.